تصنيف أعلى 15 منتخب آسيوي بعد نهاية كأس آسيا التي توجت في المنتخب القطري. المنتخب الياباني في المركز الأول آسيويا و18 عالميا، المنتخب الإيراني الثاني آسيويا و18 عالميا، كوريا الجنوبية 3 آسيويا و22 عالميا، المنتخب الأسترالي 4 آسيويا و23 عالميا، المنتخب القطري أصبح 37 في تصنيف الفيفا الجديد بعد تتويجه في لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وأصبح الخامس آسيويا. المنتخب السعودي 53 عالميا و6 في المركز السادس آسيويا، المنتخب العراقي 7 آسيويا و59 عالميا، المنتخب الأوزبكي 8 آسيويا و66 عالميا، المنتخب الإماراتي 9 آسيويا وأيضا 69 في تصنيف العالمي، المنتخب الأردني أيضا قفزة وب 17 مقعد، المنتخب الأردني أصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا، المنتخب العماني أيضا أصبح في المركز 80 عالميا وال11 آسيويا، المنتخب البحريني 82 عالميا و12 آسيويا، المنتخب الصيني 88 و13 آسيويا، المنتخب السوري كمان قفز مقعدين وأصبح 89 عالميا وال14 آسيويا، المنتخب فلسطين كمان قفز في مركزين وأصبح 97 عالميا وأيضا 15 آسيويا. هذا كانت عنا أفضل 15 منتخب في قارة آسيا في التصنيف الجديد للفيفا بعد نهاية كأس آسيا التي توجت في المنتخب القطري للمرة الثانية على التوالي.